ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين
السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام على المشفع في القيامة، السلام على المضلل بالغمامة، السلام على المشفع في القيامة، السلام على المضلل بالغمامة، السلام على المتوج بالكرامة، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، يا رسول الله يا نبي يا نبي، لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي، يا رسول الله يا نبي، لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي، يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي، يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي، أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا حبيبنا، اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، تعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، يتشرف بوجود ثقلا وتندشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى قد ترقى في الحسن على مقام، وتناهى في مجده وتعالى. لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان
من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرض ونفل عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم من منة تكرم الله بها عن البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوضوحه وحبه ما أضر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله بظهور أسرار عليه التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه أفادت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت لك دار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به ما خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادات بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه إن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف
تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما في من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضارات الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك
سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وقت الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا نور الجمال بدا شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وقت الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا طال الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طال الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا ربنا دون الورى ربنا 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 وطاب وفد لنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وقت الهنا قد راق كأس الصفا وطاب
سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتاق ضعفاء نرجو من فضل المولى يقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد قيم العالي حيدر سحر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شان هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه بحدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستوضعت ذا النور المبين أصلب وبطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم
حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وشاوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المزونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله ولم تزل عليه الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى
الكياما وأظهر لي غميضات المعاني إنما انكشف اللثاما سقاني الكأس أفدي من سقاني ألا لله من تلك المدامى ففك القيد من بعد امتحاني وأتحفني بأنواع الكرامة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى علامة وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللسام سقاني الكأس أفدي من سقاني ألا لله من تلك المدامى الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة الله يا نبي يا نبي الشفاعة هو هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا حبيبنا يا رسول الله يا نبي يا نبي هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اللهم صل وسلم عليه اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا حبيبنا جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا
نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا حبيبنا جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا حبيبنا صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعا جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع واهدنا نهج سبيلي واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Alhamdulillah majelis kita pada sore hari ini alhamdulillah ketemuan beberapa banyak para habaib, para ulama, para masyayikh wa nakhusu bidzikr da'i ila Allah Syekh Ziyad hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'u fi khair wa afiyah. Nahnu natasharraf wa natawar bi kutumikum ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal majlis wa nahnu daiman على الدوام نرتجي منكم الدعاء يا شيخ هذا الأولاد يعني استقامة إلى يوم القيامة إن شاء الله ببركة المولد. نرجو من الحبائب والعلويين والأساتذة والمشايخ jarut supaya kita mendapatkan keberkahan dari beliau dan kita meminta beliau nasihat. Insyaallah kami terjemahkan dengan semampu kami biqudratillah. Fa'ali falyatafaddal mashkurah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جمعنا وجمعكم وأحضرنا وأحضركم في هذا المجلس المبارك، مجلس السكينة، مجلس الأنوار، مجلس الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang terdapat di sini ketenangan jiwa, ketenangan batin, karena di majelis ini dibacakan salawat kepada Al-Mukhtar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini adalah tempat ketenangan jiwa. Di sini tempat adalah mencari ketenangan. Yang bagi yang mencari ketenangan, maka tempat di sini adalah tempat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. وهذه المجالس عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى، حتى في يوم القيامة ينادي مناد من قبل الحق ويقول أين وليقم أهل الكرم على الله، فيقومون أهل هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر. Dan majelis ini adalah majelis yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia, sampai di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala memanggil di hari kiamat, mana mereka-mereka orang yang di selama hidupnya mereka selalu memuji aku, selalu berselawat kepada nabiku. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudurukum aidan alama ala as-sawabiq al-hasanah min Allah. من له سابقة يدرك نصيبه، من له سابقة عند الله، له إرادة خير عند الله سبحانه وتعالى يحضره الله ويوفقه لحضور مثل هذه المجالس. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka orang tadi itu akan dimudahkan untuk hadir di majelis seperti ini. Namun demikian bagi orang yang tidak mendapatkan thawab, tidak mendapatkan bagian apa-apa kelak di akhirat, maka orang tadi itu akan dienggankan, akan dijauhkan dari majelis yang seperti ini. وتسمعون شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء اليسير من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه الخير الكبير وفيه الخير العظيم لمن تمعن أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan di majelis kita ini sekalipun sedikit dari yang banyak daripada syama'il Nabi, daripada sifat-sifat Nabi, namun yang sedikit ini terdapat banyak keberkahan, banyak manfaat, banyak bagi orang yang hendak menambahi kecintaannya, bagi orang yang ingin mendapatkan kenikmatan rohaninya, maka sekalipun bacaan salawat kita sedikit, namun akan kita dapati di situ adalah sifat-sifat daripada Nabi SAW yang sedikit akan menjadi banyak insyaallah. Min sifatih alaihi salatu wassalam annahu kana abyad al-lawn musharrab bihumrah alaihi salatu wassalam. Dan di antara sifat Nabi, beliau berwarna putih agak kemerah-merahan, agak putih kemerah-merahan. وكان مدور الوجه في وجهه تدوير عليه الصلاة والسلام. Dan wajah beliau tadwir, yani bunter, bagus. حتى سئل شعبة سأله تابعي وقال له صف لنا وجه رسول الله أكان طويلا كالسيف؟ قال له لا وإنما مدور كالقمر عليه الصلاة والسلام. Sehingga ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Nabi yang pernah menjumpai Nabi, seperti apa wajah Nabi? Seperti pedangkah yang panjang atau bulat yang bundar begitu? Kata sahabat itu, maka menjawab, wajahnya seperti galgomar, seperti rembulan yang selalu indah dipandang sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aidan mukahhal al-uyun, kuhul min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajah beliau selalu bercelak, dan celaknya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dhalik yaktahil an-nabi alaihi salatu wassalam fi 'ainayhi tashri'an li ummatihi. Allahumma shalli. Dan beliau walaupun sudah bercelak dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tetap menggunakan celak karena tasyri'an li ummatihi, karena memberikan syariat kepada umatnya agar supaya bisa ditiru oleh umatnya. Adalah bercelak ini, iktihal adalah hukumnya sunnah bagi umatnya. Qala fil kuhl annahu yajlu al-basar wa yunbit asy-sya'r. Bagi yang mempunyai sakit mata, maka obatnya adalah iktihal. Bercelak itu dapat memancarkan lebih kuat pandangannya. Bagi yang sakit mata, maka ini amalkan iktihal.
hal yani bil ithmit wala بالإثمد bil ithmit السنة، yani هذا السنة. sunnah itu bukan yang seperti celak-celak fi Indonesia yani mithil bulpen hada. Bil ithmit itu yang dari Mekah. Yang dari Mekah yang dimasukkan kuning itu, nah itu yang sunnah, bukan yang kayak petelot, bukan yang kayak pensil. أيوة السنة عند النوم تكتحل وترا، كان الرسول يكتحل وترا فيها في اليمنى 3 وفي اليسرى 3. Dan sunnahnya 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali menjelang tidur. أيوة. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا واسع العينين وأشكل العينين صلى الله عليه وسلم. Beliau sangat lebar, mata beliau molka can maturun, apa namanya, mata beliau luar biasa bagus, indah mata beliau, ya tidak terlalu lebar, tak terlalu sipit, bagus. وكان أجنى الأنف عليه الصلاة والسلام. Agnaf, أجنى الأنف. oh hidung beliau seperti huruf alif, aliful amfi miul fami, ya, jadi pas begitu, tidak terlalu panjang, tidak terlalu mungsret. نعم واسع الفم، واسع الفم. Famuhu agak lebar, bagus begitu. واسع، قمة في الجمال عليه الصلاة والسلام. Beliau sangat sempurna dalam kecantikannya, dalam keindahannya sangat sempurna Rasulullah SAW. وشعره عليه الصلاة والسلام ليس بالجعد القطط ولا بالصبط، ليس مقعوص الشعر وليس يسترسل تماما كما الأندونيسي، لكنه وسط عليه الصلاة والسلام. Jadi, rambut beliau ini tidak pirang juga tidak terlalu berintik, jadi ausat, yakni ya tidak dikatakan kayak orang Indonesia kata beliau, tidak terlalu panjang yang lurus itu atau terlalu keriting, tidak baguslah begitu, sederhana, ya tidak terlalu keriting, tidak lurus. وأحيانا يطيل شعره عليه الصلاة والسلام حتى إلى شحمة أذنيه ما بين الجمة والوفر، وأحيانا إلى كتفيه يضرب شعره عليه الصلاة والسلام. Terkadang rambut Nabi itu agak panjang, tapi jangan ditiru rambutnya saja. Jadi rambutnya Nabi sekian, yakni khotor, yakni hada syabab bas fi sya'r, yakni sunnatu, yakni mahu fi siwak wala. نعم هذا يمكن نفس عن Jadi tidak baik, jangan ditiru rambutnya saja yang panjang. Terkadang memang sepundak gini rambutnya Nabi, terkadang juga sampai menutupi telinga beliau begitu. يحرص على تطويل الشعر والصلاة الجماعة ما يحرص عليها. Lazim. Jadi yang dijaga jangan hanya menjaga rambutnya, sholat berjamaahnya ente jaga, hidupkan sunnah Nabi, jangan hanya rambutnya saja ente tiru. وكان عليه الصلاة والسلام واسع الصدر وقليل شعر الصدر. Dan beliau dadanya sangat lebar, dada beliau sangat lebar. واسع الجبين أيضا عليه الصلاة والسلام. Dahi beliau juga lebar. وبعيد ما بين المنكبين. Sangat jauh antara dua pundaknya. وضخم الكراديس عظامه قوية عليه الصلاة. Beliau mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, sangat kuat Rasulullah SAW. وكان شثن الكفين غليظ اليدين ولكنها قمة في النعومة، حتى قال سيدنا أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kulit beliau ini sangat halus melebihi halus daripada sutra atau harir dibaj. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan ma masasdu dibajan wala hariran alyana massan min kaffi Rasulullah SAW. Aku tidak pernah menyentuh kain yang halus, baik kain dibaj ataupun kain halus, apapun yang melebihi halus daripada kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mufarrajan baina at-thanaya alaihi salatu wassalam, baina at-thanayai furjah, hatta lamma yabtasim yakhruj nur min hadhihi al-furjah. Jadi gigi Nabi itu agak benggang sedikit. Jadi kalau beliau senyum itu keluar cahaya dari gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha nastami' ila shay' min awsafi alaihi salatu wassalam hatta nuhibbah. Begitulah kita semestinya mendengarkan sifat-sifat Nabi sehingga kita betul-betul mencintai Nabi. فإذا أحببناه نلنا الخيرات والبركات والأنوار في الدنيا والآخرة. Jika kita mencintainya maka kita akan mendapatkan barakat, anwar, cahaya, nafahat, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kelak di dunia sampai ke akhirat. وتكون معه في يوم القيامة في الجنة. Dan insyaallah kita dikumpulkan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. لأنه قال في حديثه الصحيح يحشر المرء مع من أحب. Karena dalam hadis dijelaskan seseorang akan dikumpulkan kelak bersama orang yang ia cintai. حتى قال العلماء لو مات الرجل في جوف الكعبة
ولكن محبته مثلا للأشرار يحشر مع الأشرار ويكون مع الأشرار. Dikatakan oleh ulama, sampai siapa orang yang mati di dalam Ka'bah tapi dalam hatinya dia mencintai orang yang buruk, sekalipun dia mati fi jaufil Ka'bah tapi dia mencintai orang yang buruk, maka kelak di akhirat dia akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai orang yang buruk pula. ولو مات في أرض الأشرار ولا بين الأشرار ولكن محبته للأولياء وللصالحين وللنبي محمد يحشر الله مع هؤلاء مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan orang yang mempunyai cinta di dalam hatinya kepada ulama, aulia, syuhada, salihin, sekalipun dia tinggal di tempatnya orang yang buruk, bahkan dia mati di tempat yang buruk, kelak di akhirat tetap dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. فنحب النبي ونتخيل أوصافه عليه الصلاة والسلام عند المنام، تذكر الله، تنام طاهرا ذاكرا لله، تصلي على النبي، تستحضر وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقرب إليك رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. Maka caranya kita ingin semakin dekat kepadanya, kepada Nabi, hendaklah kita sebelum tidur mempunyai wudu, berwudu, kemudian kita berzikir dan memperbanyak doa. Di situ kita insya Allah akan bertemu dalam mimpi kita kepada Rasulullah SAW. هكذا قال الرسول كما شوق أمته إلى رؤيته من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia akan melihatku secara terjaga, terbangun, bukan hanya dalam mimpi. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Inna syaitan lam yatamathal bi. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Barang siapa yang bermimpi aku, itu pasti aku, kata Nabi SAW. بعض الصالحين ممن يحضرون هذه المجالس مجالس الصلاة على النبي كان في كل ليلة يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حال كثير من الصالحين. Sehingga sebagian daripada orang yang soleh setiap kali hadir di majelis ini, nanti malamnya dia pasti bermimpi Nabi SAW. Karena dia mendengarkan syama'il, kisah Nabi, sifat Nabi, dia betul-betul menghayati dan menambahi dia kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kullama صليت على النبي تقرب إلى النبي كلما صليت على النبي تقرب إلى النبي. Setiap engkau berselawat kepada Nabi, semakin dekat pula engkau kepada Nabi. Setiap engkau berselawat kepada Nabi, semakin dekat pula engkau kepada Nabi. كما قال في حديثه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه 100 ومن صلى علي 100 صلى الله عليه 1000 ومن صلى علي 1000 تزاحمت كتفي وكتفه يوم القيامة. يكون قريب من النبي محمد في يوم القيامة وقريب منه في الدنيا. اللهم صل وسلم عليه. Dan barang siapa, dalam hadis, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali. Barang siapa yang berselawat 10 kali kepadaku, maka Allah akan membalas 100 kali. Barang siapa yang berselawat 100 kali, dia akan dibalas dengan 1000 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, maka dia kelak di akhirat akan mendapatkan karim, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang lain. وتعرض على النبي أيضا عندما تصلي عليه تعرض عليه باسمك كما جاء في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام خلاص بعدين أذن فيه هنا بعدين أذن بنفسي فينا أذن ثانية هنا بعدين نتكلم. قال في الحديث حديث سيدنا عمار إن الله وكل بقبري ملكا قال النبي أعطاه أسماع الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه فلان ابن فلان قد صلى عليه. هكذا تعرض على النبي عندما تصلي عليه. Dan dikatakan dalam hadis, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka setiap nama dari kalian semua ini kelak akan setiap nama dari kalian yang berselawat kepada Nabi itu ditampakkan kepada aku, nama-namamu disampaikan kepada Nabi, bahkan nama kedua orang tuamu disampaikan kepada Nabi. Malaikat yang bagian ngirim ini, bagian ngirim, ya Rasulullah, fulan bin fulan berselawat kepadamu, fulan bin fulan berselawat kepadamu. Bukan hanya kita yang disodorkan nama kita, bahkan kedua orang tua kita disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanas'al Allah an yuwaffiqna wa iyyakum insyaallah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita supaya memberikan taufik, amin. Wa ya'murha insyaallah ila yaumiddin bil adhkar bil khairat was salat ala nabi bil rahmat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. رقص حبائب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من دراري العوصف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره اللهم ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا آمين وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا
ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورة آمين. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين آمين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بذاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء المولد سمد الدرار في مجلس المحبين وإلى حضرة النبي. زر الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا